لقاء أنس الشايب ومحمود ماهر يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجابوا سيرة بيسان إسماعيل، ولا ستوري ولا بوست ولا حتى تعليق بسيط، لكن فجأة اسم أنس الشايب ومحمود ماهر رجع يتصدر الحديث بقوة بعد انتشار لقطات مصورة من بعيد تظهر تواجدهم بنفس المكان. المفيد كان أنه ولا واحد فيهم قرر يظهر اللقاء بشكل علني، كأنه الصمت كان متعمد، لكن الصمت أحيانا يكون أبلغ من 1000 صورة. الشرارة الحقيقية اشتعلت لما ظهر أنس الشايب إلى جانب مس دعاء الصديقة المقربة لمحمود ماهر، وهون حسب رأي الجمهور المعادلة كانت واضحة، إذا مس دعاء موجودة فمحمود أكيد موجود، واللقاء صار بيناتهم. ومن هاي النقطة الكرة كبرت والأسماء القديمة رجعت تنقال من جديد. اسم بيسان إسماعيل عاد بقوة للمشهد، العنصر المشترك بكل هاي العلاقات، علاقة انتهت مع أنس ثم ارتباط وصل لخطوبة مع محمود ماهر قبل أن ينتهي كل شيء فجأة، وبعد صداقة بيسان إسماعيل ومس دعاء من بعد ما اختارت بيسان إسماعيل أنه تكفي طريقة لحالها بعالم الموسيقى والفن والابتعاد عن أي ضجيج. واليوم لا توضيح ولا نفي ولا اعتراف، بس لقاء عابر كان كفيل يرجع كل الأسئلة ويفتح ملفات اعتقد الجميع أنه أغلقت للأبد. فهل هو صلح حصل بهدوء خلف الكواليس، ولا مجرد صدفة ثقيلة كانت أو جمعتهم ببعض؟ لازم نروح المغرب كلنا، صح؟ شوف اقول لي احط الكاميرا هسه اليوم المغرب فازت، الف مبروك للمغرب. هسه ان شاء الله بكره اذا فازت الجزائر النهائي مغربي وجزائري، لازم نروح نحضرها بالمغرب. كيف راح يكون جزائري ومغربي؟ هو واحد. ايه ده؟ واذا فاز المغرب شو راح يصير؟ بدي اقول لك شغله، احنا حنروح شوفي حنسافر على المغرب نحضرها مع بعض. اوكي كفو؟ انا كفو اكيد كفو. يعني مغرب. اوكي هي طبيعي، هي جزائري احسن جاي، انا اللي مغربي. يا اخوان شوفوا اذا كان النهائي اسمع انت مين تشجع؟ خلينا اكملك. اذا كان خلينا مين راح تشجع؟ يعني كل الناس راح تعرف. شوفوا اذا كان النهائي